السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقصر عليكم هذه الحلوى هذه. يعني هي حلوى ديال الطفولة، حلوى قديمة بزاف. انا عملت لها جوج تشكيلات. عملتها بالشكل ديالها القديم ديال الطفولة اللي معتادين عليه وكنعرفوه، والشكل اللي يعني واحد التزيين اللي هو معاصر. المهم غادي تشوفوا معايا كلشي في هذا الفيديو. غير اول حاجه ما تنساوش تشتركوا في القناه، الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره. الناس اللي معايا ما تنساونيش من التعليق ديالكم والبارطاج اذا عجبكم الفيديو. اكيد هنا غادي نوري لكم الشكل ديالها، كتجي خطيره هاد الحلوى هادي. كتجي يعني نقدروا نقولوا صابلي، يعني صابلي منكه ومزيون في المذاق ديالو ولا في الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا. كتجي هاد الحلوى هذه رائعه. يعني انا ما نقدرش ندوز العيد بلا هاد الحلوى هذه، من اجمل والذ الحلويات اللي ضروري تكون حاضره في العيد حتى هي. كنسميوها حنا هنا في الشمال يا اما صابونه يا اما الحلوى ديال التوأم. المهم كل واحد وشنو كيسميها عفوا. فمباشره غادي تشوفوا معايا القياس. انا هنا غادي نعمل 200 غرام ديال الزبده. فهنايا للاشاره الزبده من الافضل تكون حيوانيه، يعني تكون اصل حيواني. ما كانش غنعملوا بحال اللي عملت انا هنايا، غتعملوا نص ديال المارغرين والنص ديال الزبده من اصل حيواني. فانا عملت هنايا هولنديزه والزبده العاديه. اذا ما توفرتش تعملوا الزبده ديال لي بواط حتى هي كتجي بها مزيونه. المهم 200 غرام ديال الزبده كيف ما قلت لكم. غنعمل معاها 180 غرام ديال السكر، سكر ثقيل اولا السكر كلاصي. ماشي ضروري يكون السكر كلاصي، ولكن انا كنسهل عليا، يعني ما كنبغيش نبقى نخدم الحلوى بزاف. كنعمل السكر كلاصي كيعطيني نتيجه ممتازه وما كياخذليش الوقت والجهد. كيف ما كتشوفوا عملت واحد القبصه ديال الملح وعملت واحد فلان ديال الشينوا. فانا عملت هاد جوج ديال الساشي اللي كيجيو فيه. هو صراحه يعني هذا القياس كياخذ غير واحد الساشي. مي انا يعني شفت هيدا وهيدا، جبرت الساشي الثاني ما غنعمل به حتى شي حاجه بيني وبينكم. فزدته في الحلوى كيف ما شفتوا معايا. نكهه بالفانيليا او اي نكهه كتعجبكم، ولكن من الاحسن خليونا غير في الفاني. كيبقى الفاني واحد اللوغو اللي مزيون ومحايد. فغادي صافي كما كتشوفوا يعني الفيديو راه واضح فيه كلشي. كنبدا نخدم هيدا، ما كناخذش الوقت ديالي ولا الجهد باش ندوب السكر. يعني دغيا غير الزبده تكون في الحراره ديال المطبخ فكتسهل علينا الخدمه بزاف. من بعد ضفت 180 غرام ديال الزيت او واحد الكاس ديال العنبه. يعني عندنا كاس، عندنا 200 غرام ديال الزبده، واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت، وكاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي هكذا باش تاخذوا القياس بكاس العنبه احسن. من بعد ضفت واحد 100 غرام ديال اللوز اللي مفسخ ومقلي في الزيت ومدردش مزيان، يعني دوزته في الهشوار. ما طحنتوش غابره مره، ولكن خليته يجيني باين هيدا في الصابلي ديالي. صافي يعني كنخدم بالشكل العادي كيف ما شفتوا معايا. كنخلط الزبده كيف ما شفتوا مع السكر مع يعني جميع المكونات اللي سبق وذكرت. من بعد كنضيف الحليب هنا عندي واحد يعني 100 هكذا، واحد 150 غرام. انا ما عملتش بزاف. تقدروا تعملوا نصف كاس ديال العنبه. كيف ما شفتوا معايا كنضيف الحليب وكنبدا نخدم مزيان 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 حتى كيندمج، يعني ما يبقاش الحليب في يعني السائل في جانب والحلوى في جنب اخر. يعني ضروري ما نحصل على هذا الخليط كيف ما شفتوا هكذا متجانس، يكون كل شيء المكونات متجانسه مع بعضها. غنضيف الدقيق وغنضيف 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. انا عندي هنا هذا الساشي كبير، عندنا في الشمال كيكون فيه 20 ديال الغرام. فانتم غتاخذوا اذا كان عندكم فحال هذا غتاخذوا معلقه صغيره، هيدا راس معلقه صغيره مملوء جيدا. ما كانش غنعملوا هذيك الساشي ديال 7 او 8 ديال الغرام حتى هو كافي. وغنبدا نضيف الدقيق. فانا ما كنعطيش القياس ديال الدقيق لان كل دقيق والجوده ديالو ليسونسيال انكم تحصلوا على واحد الخليط فحال الصابلي تماما. بنات يعني مبتدئات ثم شفتوا القوام كيف كيجي رطب، كيجي واحد العجين اللي هو رطب وقابط راسو، يعني يعني ماشي قاصح وماشي خفيف. صافي كنسرحوا هيدا. يا اما نفرش الدقيق، نرش شويه ديال الدقيق ونسرح العجين بالدلك، اولا نعمل كيف ما شفتوا معايا هنايا بالورق ديال الفرن. كنسرح هيدا وكنجيب اي قطعه عندي، ولكن اهم يعني انا بغيت نخليها في المنظر ديالها القديم. انا كنعرفها ملي كنت صغيره بهذا الشكل ديال المربع. كانوا يعني كياخذوا واحد القياس وكيقطعوا بالسكين، ما كانوش هادو الطوابع هادو. فانا عملتها بهذا الشكل ديالها القديم.
يعني باش نبقى نتذكر الطفوله هيدا. وغادي نعملها بالشكل دائري، يعني بداك الكويس اللي شفتو نتوما عملوا اي، يعني كاين الطبع ديال القلب، كاين مستطيل، يعني اوفال، يعني اي حاجه بغيتو تعملوها عملوها. انا عملت بالشكل القديم كما شفتوا مربع كيف ما قلت لكم، وعملت بالشكل الدائري الشكل التقليدي العادي كما كتشوفوا. الصابلي ديالنا كيجي قد بعضو، يعني ما عندناش داك المشكل ديال الصابلي صغار وتكمش وما عرفتش شني. يعني هذا الصابلي كيف ما شفتوا فيه الحليب، ومع ذلك كيجي هيدا يعني كندخلوه كيطيب، كياخذ واحد اللون، نحمروه مزيان، ماشي يعني شويه، المهم يجي محمر ماشي غير الذهبي، يجي محمر مزيان هيدا باش كيجي مقرمش. وكنجمع هيدا كل وحده مع، كناخذ جوج ديال القطع هيدا وكنلصقهم مع بعضهم بالحليب نسلي. هاد الحلوه معروفه كنعملوا فيها الحليب نسلي. ما كانش عندكم هاد الحليب المحلى المركز غتعملوه نتوما في البيت ديالكم. انا ديجا عندي الوصفه ديال الكراميل، يعني اي حاجه، ولكن هي صراحه كتجي مزيونه بزاف بالحليب المحلى المركز. يعني ما كيعوضوش، يعني اذا قلت لكم غادي تعوضوها بالمربى اولا الشوكولاته هيدا ديال الدهن، انا بالنسبه لي ما كيعطيش. انا مولفه معها من الصغر ديالي بهذا الحليب هيدا محلى المركز وبهذا الشكل هذا، فانا حبيت نقدمها بهذا الشكل هذا. انا ما عرفتش ملي كيجيو الاعياد، بالنسبه لي كنحن بزاف الحلاوي القدامين اللي يعني اللي من الطفوله ديالي وانا كنعرفهم، فما كنبغيش نغير فيهم شي حاجه. صافي من بعد كندوب واحد الكميه ديال الشوكولاط ابيض هيدا، وغادي نبدا ندوز انا المربعات ديالي. غير واحد النصيحه بالنسبه للبنات المبتدئات، منين نعملوا هذا الحليب، الحليب المحلى المركز اولا الحليب ديال النسلي، منين نعملوه يعني منين نلصقوا قطع ديال الحلوى مع بعضهم، ندخلوا الحلوى واحد 5 دقائق سواء المجمد اولا واحد نصف ساعه للثلاجه، يعني حتى كيشبر راسو شويه باش ما كتعذبناش. هنا ملي كنجيو نغطيوها بالشوكولاط وخلاص. الطريقه ديال التطير الشوكولاط راه شفتوها. ذوبت الشوكولاط، عملت واحد المغرفه ديال الزيت هيدا، وبديت كما كتشوفوا يعني الفيديو راه واضح. كاين بزاف ديال الناس مره كيقولوا لي ما وريتيناش كيفاش ذوبتي الشوكولاط. راه الشوكولاط معروف كيفاش كيذوب. المهم انني غنعمل معكم واحد الشكل هيدا. هذا الشكل القديم كنعملوا على شكل هديه، يعني حنا ملي كنا صغارين كانوا كيعدوا لنا هاد الحلوه هيدا وكيعملوا لنا هاد الزبق ديال الشوكولاط هيدا، يعني بحال شي كادو هيدا. يعني انا بعدا واخا كبرت مازال كنسميها الحلوه ديال الكادو، وحتى ولادي كيقولوا لها الحلوه ديال الكادو هيدا. يعني ضروري ما تجي فيها هاد الزواقه هادي. هيدا كما كتشوفوا، يعني حاولوا تجيبوها هيدا مقاده. انا كنعقل كانوا كيعدلوا هاد الشوكولاط هيدا داك الابره باش كنقشوا الحنه، يعني كانوا كيعدلوا بها هاد الوريضه هادي. انا عملت في بلاستيكه صافي يعني عادي، وعملتهم هيدا يعني شكل تقريبي ولكن جا عاطي للعين ومزيون. نتوما الا بغيتو تعملوها الخطوطه تعملوا الخطوطه، بغيتو تعملوا المهم كل واحد يزين بالطريقه اللي كتعجبو. بالنسبه للشكل الدائري انا يعني بغيت نعملو شويه مودرن هيدا، يعطي يجي مزيون في البلاطو هيدا. فعملت كما كتشوفوا دهنت حتى نشفت الكوش ديال الشوكولاط. جبت بالبانسو عملت واحد يعني واحد شويه هيدا باش نلصق شويه ديال الورد بلدي. هذا الورد بلدي انا كنفرسو وكندخلو شويه من الفران باش ما يبقاش رطب، يعني يبقى مقرمش شويه. صافي كندهن هيدا كنلصق الورد هيدا فتيوتات ديال الورد بلدي على الجنب. ومن بعد غادي نزين بالورق الذهبي اذا كان عندكم. اذا ما كانش عندكم غتكتفيو يعني تعملوا اي شكل، يعني كيف ما سبق وذكرت، يعني ع خطوطه هيدا بشكل يعني بشي شكل هكا جانبي اولا يعني تعملوا خطوطه هيدا مثلا بشوكولا اولي اولا مثلا بالشوكولا البيضاء، يعني راه كيعطي نتيجه مزيونه. المهم ليسونسيال هو انا بالنسبه لي اهم حاجه هما المقادير ديال هاد الصابلي هذا، راه كيجيو مزيونين. جربوها، هاد الحلوه كتجي مزيونه بزاف كيف ما سبق وذكرت في الاول ديال الفيديو. فهي قديمه الحلوه كيقولوا لها ديال صابونه، كاين اللي كيسميها صابونه، كاين اللي كيسميها الحلوه ديال التوام. مهم اهم حاجه هما انها كيجي مزيون بزاف. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وانا متاكده غادي يعجبكم، يعني انا متاكده غادي يعجبكم غير زعما جربوه. فكيف ما شفتوا ما فيهش شي مقادير، فيه شويه ديال اللوز تقريبا 100 غرام ديال اللوز. فاذا كان ما عندكمش اللوز تقدروا تعوضوه بالكاوكاو صافي. وهاي الحلوه ديالنا واجده كتجي مزيونه بزاف هاد الحلوه هادي. وما نساش نذكركم الناس اللي كيشوفوا الفيديو وما مشتركينش يشتركوا في القناه، والناس اللي مشتركين وما مفعلينش الجرس فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالفيديوز اللي كنحط. واخا انا بخيله في الفيديوز ولكن هذا الشيء خارج على الاراده ديالي.
ولكن مره يعني غنحط فيديو سعيده. فنتمنى ان شاء الله تكونوا في الموعد وتشوفوا لي فيديو، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليقات والبارطاج اكيد. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا، كتجي رائعه وكتجي مزيونه. فاذا كان الصوره ما واضحاش بالنسبه لي، كنت كنلصق ملي كنت كنعمل الشوكولاته الحلوه، لانني كنت كنصور بالليل. فهذه هي النتيجه النهائيه، كيجي رائع. يعني شوفوا علاش كيلات يعني فنيونين بابسط المكونات وباسهل طريقه، وحلوه سريعه وكتوجد دغيا، ما كتاخذش الوقت، ما كتاخذش كيف ما شفتوا مجهود. اسهل منها ما كاينش. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تعجبكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. ولكن قبل ما نخليكم نوري لكم الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. فهي كتجي كما كتشوفوا، انا كنحط السكين وهي كتكسر، فكتجي هشيشه بزاف. كيجي داك الكراميل في الوسط، و الشوكولات حنا مغطيين كما كتشوفوا، ما عنديش واحد الكوش غليظه ديال الشوكولات، فكلشي كيجي متناسق ومن يعني واحد التناسب في المذاق مزيون بزاف. كيف ما شفتوا في الاول عملت واحد نسبه السكر اللي هي قليله، فكنصحكم تمشيو بهذه الطريقه اللي عملت باش تجي الحلوه يعني هيدا تجي في الحلاوه ديالها معوطه. فكيجي يعني كيجي هشيش بزاف هذا الصابلي هذا. هذه هي النتيجه قدامكم كتشوفوها، من اجمل والذ حلويات ديال العيد وديال المناسبات. يعني كانت قديمه ومازال اليوم الناس محافظين عليها، قدمتها لكم بالطريقه القديمه بحله جديده. فان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله.